الاهلي المونديالي يوقف طموح انتر ميامي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم احبابي واصحابي اللي بيتابعوني من كل مكان. معكم عمر شيتوس من برنامج الكوره مع شيتوس. يا ريت لو انت اول مره تتابعني ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وفولو، وحابب ان انت تشير لي الفيديو ده على قد ما تقدر لكل الناس عشان عاوزه يوصل لاكبر عدد من الناس، لان فعلا النهارده النادي الاهلي فعلا وقف طموح ميسي وانتر ميامي. واول حاجه النهارده حابب ابدا بيها الفيديو بتاعي ان انا عمر شيتوس الزملكاوي، وزملكاوي صميم لحد النخاع، ومفيش زملكاوي هيبقى زيي. انا بدافع عن نادي الزمالك، واي حد يجيب سيره نادي الزمالك ببقى ضده، ولو اي حد اهلاوي غلط في نادي الزمالك لازم انا ابقى ضده وواقف له وبدافع عن نادي الزمالك. طول عمري بدافع عن كيان نادي الزمالك، وطول عمري بشجع الكيان ده لان انا ما بحبش غير نادي الزمالك وعاوزه يكون احسن نادي في العالم. لكن النهارده لازما نقول كلمه الحق، عشان كده انا حبيت اقول الكلمتين دول قبل ما اقول كلمه الحق. انا ماليش دعوه ان الاهلاوي ما يقولش الحق في حقي انا، لكن انا لازم اقول الحق في حقه هو، واقول الحق في اللي انا شفته النهارده. ان النهارده النادي الاهلي الشوط الاولاني كان فعلا شوط عالمي. النادي الاهلي النهارده شرف الكره المصريه، ما شرفنيش انا، هو شرف نفسه وشرف الكره المصريه، لان هو فعلا النهارده عمل شوط عالمي الشوط الاولاني، وكان المفروض يخلص 3 و4-0، لكن ضربه الجزاء لما ضاعت من تريزيجيه هي اللي حولت الماتش، والماتش الشوط الثاني اتغير نهائي، وميسي رجع للماتش وانتر ميامي رجع للماتش الشوط الثاني. لكن الشوط الاولاني كان الشوط كله اهلاوي. فعلا انتر ميامي ما جاش خالص. ولازم نقول الحق ان امام عاشور لو كان كمل كان فرق، لكن الاصابه بتاعته اثرت طبعا مع النادي الاهلي، مع انهم نزلوا زيزو، وزيزو فعلا كان نجم الشوط الاولاني. لازم نقول الحق، زيزو نجم كبير ولاعيب كبير، وهو فعلا كان نجم الشوط الاولاني، لكن الشوط الثاني فعلا ما جاش خالص. عشان كده انا حابب اقول كلمتين في اصابه امام عاشور. الواد طالع زعلان، امام عاشور طالع بيعيط وبيبكي، كان نفسه يعمل حاجه في البطوله دي، وهو مستني البطوله دي من زمان لان هو لاعب عالمي. وانا كعمر شيتوس الزملكاوي بقول ان امام عاشور مفيش منه اتنين في نص الملعب في مصر. امام عاشور لما كان في نادي الزمالك، لما مشي فرجاني ساسي، مفيش حد عوض غياب فرجاني ساسي غير امام عاشور. وامام عاشور لما مشي من نادي الزمالك نص ملعب نادي الزمالك كان ضايع، وامام عاشور دلوقتي في النادي الاهلي احسن لاعب في مصر. دي كلمه حق ولازم انا اقولها في امام عاشور. وطبعا لما خرج امام عاشور نزل مكانه زيزو، وفعلا زيزو نزل في الوقت المناسب بالنسبه له هو، لان هو كان مستنيها. زيزو كان رايح النادي الاهلي ومتحمس عاوز يلعب في كاس العالم، ونزل الشوط الاولاني وثبت وجوده الشوط الاولاني، وهو كان نجم من نجوم الشوط الاولاني في النادي الاهلي. لكن المدرب غلط اكبر غلطه في حياته لما طلعوا الشوط الثاني، حتى لو ما كانش موجود، بس زيزو كان الوحيد اللي كان بيلعب في فريق النادي الاهلي في الشوط الثاني. مع ان انتر ميامي رجع الشوط الثاني الفريق الاهلي كله رجع يدافع، وفريق الاهلي خلاص سحب نفسه، مع ان الشوط الاولاني كان النادي الاهلي كان فارد سيطرته، النادي الاهلي كان هو اللي ماسك الماتش، النادي الاهلي كان المفروض يطلع الشوط الاولاني كسبان، وضيع من ايده اهم مكسب في حياته. وعلشان كده التعادل بالنسبه للاهلي خساره، لان انتر ميامي فعلا فريق ضعيف مش فريق قوي، هو فيه ميسي بس، وميسي كمان بيظهر على فترات كل فين وفين. وفعلا مروان عطيه الشوط الاولاني كان موقف ميسي نهائي، لكن الشوط الثاني ميسي بدا يتحرك برضه على فترات، ولما اتحرك على فترات كان حركاته كلها خطيره. وفعلا الشوط الثاني كان نجم اللقاء كله الشناوي، حارس مصر الاول وحارس النادي الاهلي الاول، اللي فعلا ما فيش منه اتنين. واحنا عندنا في الزمالك ما عندناش حارس زي الشناوي، وانا لازم اقول كلمه حق في الشناوي ان هو اسد افريقيا حاليا، لان الشناوي حارس كبير وهو اللي شال الاهلي الشوط الثاني. وعلشان كده فعلا لازم نقول ان ميسي لعيب عالمي. ميسي ما يتقارنش باي حد، ولا في الاهلي ولا في الزمالك ولا في مصر اصلا ولا في افريقيا، لان فعلا ميسي حتى لو عنده 40 سنه اللمسه بتاعته لمسه فنان. الكام كوره اللي ظهر فيهم عمل خطوره على النادي الاهلي، لولا يقظه الشناوي، لولا ان الشناوي
فعلا الشوط الثاني هو اللي شال النادي الاهلي، زي ما الحارس بتاع انتر ميامي الشوط الاولاني هو اللي شال انتر ميامي قدام النادي الاهلي، والنادي الاهلي ضيع من ايده اهم مكسب. وانا حابب اقول برضو ان المدير الفني ده شكله كده على قده، انا كزملكاوي بقول لك ان شكله على قده، ان هو طلع زيزو وهو كان بيلعب، كان برضه بيجري ولسه في نفس، حتى هو طالع زعلان، حتى هو طالع مش مصدق ان زيزو يطلع في الوقت ده. ولما نزل حسين الشحات ونزل طاهر محمد طاهر، فعلا النادي الاهلي اختفى نهائي لولا الهجمه المرتده بتاعت اخر الشوط الثاني. حسين الشحات لولا طمع فيها، لو كان عمل ثرو لطاهر محمد طاهر كان جونه خلص الماتش على كده بفوز النادي الاهلي. لكن حسين الشحات لازم يثبت وجوده، وهو اللي عاوز يخلص الماتش، وهو اللي عاوز يجيب الجون عشان يقولوا حسين الشحات هو اللي جاب الجون، عشان حاطط في دماغه ان هو ممكن ما يلاقيش نفسه وسط اللعيبه الموجوده، مع ان كمان المدرب كان معاه بره اشرف بن شرقي، اشرف بن قلبي، اشرف بن كبدي، فعلا كان معاه بره، لكن هو المدرب ما استغلش ان معاه ورقه رابحه زي اشرف بن شرقي بره وما نزلهوش خالص. لكن فعلا المدرب كان ممكن يقدر يطلع من الماتش ده بالمكسب، لكن هو رضي بالتعادل. وانا حابب اختم كلامي النهارده عن مباراه النادي الاهلي وانتر ميامي اللي انتهت بالتعادل 0-0 في 4 لقطات هم الاهم في المباراه. ضياع ضربه الجزاء لتريزيجيه لما اللعيبه كلها اتخانقت ان كله عاوز يشوط ضربه الجزاء، هم ما اتخانقوش بمعنى كلمه اتخانقوا، لكن كلهم زعلوا. زيزو كان نفسه يشوط ضربه الجزاء، وسام ابو علي كان نفسه يشوط ضربه الجزاء، لكن تريزيجيه هو اللي خد الكره ودخل وشاطها، عشان كده ضيعها، عشان كده ما كانش موفق، لان هو كان حابب ان هو اللي يشوط، لكن لو سابها لاي واحد من الاثنين دول كان جابوا ضربه الجزاء. وتاني لقطه معايا النهارده حابب اتكلم عنها وهي خروج امام عاشور متصاب من المباراه، عشان كده حابب اقول لكل الزملكاويه ما حدش يشمت في اصابه امام عاشور، عشان ما ينفعش الواحد يشمت في اصابه لاعب، وحابين ندعي له ويرجع تاني بالسلامه. وتالت لقطه حابب اتكلم عنها في مباراه النادي الاهلي وانتر ميامي وهي خروج زيزو وهو زعلان من المباراه. زيزو كان خارج من المباراه زعلان لانه حاطط في دماغه ان هو مش هيخرج، لان هو نزل تغييره، فكان حاطط في دماغه ان هو مستحيل يخرج. فدي كانت ثالث لقطه معايا النهارده. ورابع لقطه معايا النهارده وهي فرصه حسين الشحات اللي ضيعها وطمع فيها وضيع على النادي الاهلي مكسب مهم، مع انه كان يقدر يحطها ثرو لطاهر محمد طاهر، كان معاه 2 بيجروا وهم كانوا 2 مدافعين وهم 3 ولا 4 من النادي الاهلي. كانت هجمه مرتده وكانت هجمه خطيره وكانت تقدر تجيب للنادي الاهلي المكسب، لكن حسين الشحات طمع عشان كان حابب يثبت وجوده. فعشان كده انا حابب اقول لجمهور النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وكل اللي اتفرج على الماتش النهارده هارد لك، لان فعلا النادي الاهلي ضيع من ايده مكسب مهم. وهو ده كان موضوع حلقتنا النهارده. يا ريت ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وفولو لو انت اول مره تشوفني، وتعمل لي اشتراك كمان. وحابب قبل ما انهي حلقه النهارده اقول ان نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، حتى لو قلت ايه على النادي الاهلي نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. وحابب اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الزمالك يبقى زمالك، ما عندوش فلوس هو الزمالك، ما عندوش مسؤولين هو الزمالك، مشكلة مسؤولين وإدارة هو الزمالك. جمهوره لم يتخلى عليه يوما، لم يتركه أبدا في الصعوبات.